بسم الله. بعد الموسم الكارثي اللي فات طمع الأهلي مش لازم يكرر التجربة، وعشان كده استعداد الأهلي للموسم ده هتكون مختلفة. أولا تعيين وائل جمعة مدير للكرة، طبعا عشان يحكم الفرقة ويحد من أي مشاكل في أوضة اللبس ويكون صارم تماما مع اللعيبة. ثانيا تعديل العقود، جزء كبير من مشاكل غرفة الملابس في النادي الأهلي هي سبب العقود الغير متزنة مع عدم وجود نتائج أو مردود من اللاعبين. الأهلي عمل نظام جديد للعقود إن قيمة العقد تكون مرتبطة بالمتغيرات، يعني لو عقدك 100 مليون على 5 سنين فأنت مش ضامن إنك تاخد 20 مليون في الموسم. الفلوس مرتبطة بنسبة المشاركة وأرقام اللاعب والتزامه، لو محققش المتغيرات دي مش هياخد العقد كامل. ترتب على ذلك رحيل تريزيجيه اللي رفض يعدل في عقده، ولكن إمام عاشور وافق على تجديد النظام الجديد، هيكون إجمالي عقده 50 مليون في السنة وفي انتظار تجديد شوبير. الصفقات ودي النقطة السلبية، أنت مشيت أفضل لاعب في الفرقة تريزيجيه وجبت صفقات محدش يعرف عنها حاجة، بين جديدة وبإقرار ممكن يثبتوا نفسهم وممكن لأ. باك شمال لسه مجبتش، هتخش الموسم من غير باك شمال، بن عمري اتصاب. ولو إني شايف إن هادي رياض لعيب كويس ويستاهل ياخد فرصة في الدفاع. لو بصيت على تشكيل الأهلي الموسم ده هتلاقي إن مراكز حراسة المرمى وخط النص فقط هم اللي على مستوى عالي، لكن الدفاع والهجوم فيهم مشاكل. أنا متفائل لأن المدير الفني حسين عموتة مدرب بيعمل من الفسيخ شربات، السي في بتاعه قوي وحقق إنجازات مع كل فريق دربه. لكن هنعمل إيه لو مستوى اللعيبة فضل زي ما هو؟ فرصة بن شرقي هتزيد في المشاركة عشان تريزيجيه مشي، وعندك من جديد وبإقرار لو ظبطوا هيبقى فاضل صفقتين في الدفاع، قلب دفاع وباك شمال وتبقى ظبطت. الأهلي الموسم ده هيلعب في الكونفدرالية الأفريقية، أعتقد الأولوية هتكون للدوري.